ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده هيكون مهم جدا. تمام، عشان كده محتاجة تكملي للاخر. لو عجبك طبعا حطي لايك سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بصوا، انا قاعده على الارض والدنيا تمام، فهنبدا الفيديو على طول. بس احنا الفيديو هيتكلم عن الكسل. بالظبط، الكسل. حبيبتي، كم مرة وانتي قاعدة على تيك توك وانستجرام وانتي بتقلبي كده وبتتفرجي، كم مرة حسيتي ان الوقت بيضيع من ايدك؟ الوقت بيضيع، العمر بيضيع، سنك بيضيع، حياتك بتضيع. كم مرة حسيتي بالإحساس ده؟ كم مرة قلتي لنفسك ان انا خلاص هخطط وهعمل اهدافي وهكتب اهدافي وهحققها ومفيش اي حاجة حصلت؟ كم مرة عملتي كده؟ كم مرة قلتي لنفسك انا هعمل بكرة، انا هعمل الاسبوع الجاي، انا هعمل الشهر الجاي، انا هعمل في بداية كذا؟ بداية ايه؟ فين البداية؟ انا بقول لكم الكلام ده كله من خبرتي انا، من واقعي انا، لان اللي حصل معايا جاي احكيه لكم. عايزة بس اقولك، انبهك لمعلومة، ان الكسل مش بس بيضيع وقتك، ده حقيقة مش بس بيضيع وقتك، الكسل بيموت مستقبلك، بيموته حرفيا. لان انتي عندك اهداف، عندك حياة انتي نفسك توصلي لها. الحياة دي انتي ليه مش عارفة توصلي لها؟ بسبب ان انتي مش قادرة، بسبب ان انتي مكسلة، بسبب ان انتي مفيش فرصة. حبيبتي، في ناس كتير وصلت، ناس كتير وصلت، الناس دي ما وصلتش بالحظ، عمرها ما وصلت بالحظ. الناس دي وصلت بسبب ان هي قررت ان هي تسيب الكسل وتسيب مغريات الراحة نهائي، تسيب التفكير اللي عمال بيقول لها لا اقعدي بكرة، بكرة نعملها، اقعدي في بداية اليوم ما نعملها. يا ستي انتي هتصلي المغرب وانتي ما صليتيش العصر والظهر، خليكي بكرة وابدأي من اول الفجر. هي دي مغريات الراحة يا جماعة. الناس اللي وصلت دي وصلت بسبب ان هي تخلت عن مغريات الراحة حرفيا، تخلت عن الكسل. انت بتعملي ايه في حياتك يا ماما؟ انت بتعملي ايه في حياتك؟ حياتك بتضيع منك، حياتك بتضيع من ايدك. ركزي، ركزي وشوفي انت عايزة تعملي ايه. اقعدي مع نفسك وقارني الحياة، قارني الحياة اللي انت عايشة فيها دلوقتي والحياة اللي انت نفسك توصلي لها. قارني ما بينهم، شوفي الفرق، شوفي الفرق ما بين الاتنين، وشوفي ايه اللي في الحياة دي موقفك ان انتي توصلي للحياة اللي انتي نفسك فيها. شوفي ان مش هتخسري حاجة لو قارنتي. حبيبتي بصي، المشوار من الحياة دي للحياة دي، من الحياة التعيسة او الحياة البائسة اللي انتي عايشة فيها لحياة احلامك، لحياة جديدة، لبيت جديد، لعربية جديدة، لفيلا، قصر، حاجات جديدة، حياة المستقبل، حياة الأحلام حرفيا. شوفي ايه اللي موقفك. أقرب حاجة هقولك اللي موقفك إنك كسولة، إن الكسل هو اللي موقفلك حياتك، الكسل هو اللي مدمرلك حياتك حرفيا. كم مرة حسيتي ان انتي عايزة تعملي مشروع او قلتي خلاص ان انا هعمل مشروع؟ انا مش عارفة ده حصل مع حد فيكم ولا لا، بس حصلت معايا كتير قوي. انا قلت خلاص هعمل مشروع وهبدأه من بكرة، خلاص خلصت، انا هبدأ المشروع من بكرة. اجي بالليل الاقي واحدة تانية عملت نفس المشروع اللي انا كنت عايزة اعمله وابدأ فيه. انا ما حكيتش لحد على مشروعي، حكيتش لاي حد. هي عرفت منين؟ مش حكاية عرفت منين، حكاية ان انتي سوفتي واجلتي، وده عقاب لربنا، عقاب من ربنا ليكي. ايوه، بيقولك انتي اجلتي في واحدة تانية قررت تغير حياتها وقررت تغير مصيرها ومستقبلها وما استنتش لبكرة وعملت. خلاص انا مالي؟ انتي هتيجي تعملي المشروع اللي هي عملته هيقولوا ان انتي اللي بتقلديها. طب انتي بتقلديها ليه؟ هي عملت لك ايه عشان تقلديها؟ ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ مع ان افكارها ممكن تكون اقل من افكارك انتي، بس انتي قلدتيها ودي كانت فكرتك. سبحان الله. شفتي بقى؟ شفتي التسويف ممكن يودينا لفين؟ شفتي التأجيل ممكن يودينا لفين؟ حرفيا ممكن حد يعيش حياتك اللي انتي نفسك فيها ومتعرفيش انتي توصلي لها بسبب ان انتي سوفتي او أجلتي. فهمتيني؟ بصي يا قلبي، الحياة بتطير، بتطير. مش مثلا ممكن صاحبة مش كويسة مثلا، ما عندهاش اهداف ولا عندها احلام اصلا في الحياة،
تيجي مثلا تقول لها ايه رأيك نعمل مشروع، ايه رأيك نعمل كذا، ايه رأيك نعمل كذا، ننجح نفسنا، ننجح حياتنا، تقولك قشطة ماشي مفيش مشكلة. طب ايه رأيك نبدأ من بكرة، ايه رأيك نبدأ من الأسبوع الجاي، ايه رأيك نستنى لما الشهر الجاي يجي، بداية الشهر. تقولك يا بنتي اقعدي، هي الدنيا بتطير، هي الدنيا طارت، اقعدي. قولي لها الدنيا بتطير. انا بكلمك وبقولك الدنيا بتطير. يعني ايه الدنيا بتطير يا حبيبتي زي الصاروخ؟ انت مش شايفه الايام بتعدي ازاي؟ انت مش شايفه الشهور بتعدي ازاي؟ الايام بتعدي زي الصاروخ حرفيا. الايام دي مش بتاخد معاها الناس الكسوله، الايام دي مش بتاخد معاها اللي بيأجل شغله او بيأجل عمله خالص. بصي، الحياه والدنيا اللي بتطير ما بتاخدش معاها الا الناس اللي بجد عايزه تغير حياتها، عايزة تغير من مستقبلها، عايزة تعيش تطلع من الحياة أو البير اللي هي عايشة فيه، تروح حياة تانية خالص ومستقبل تاني خالص. انتوا حياتكم كلها حلوة وراضيين والحمد لله وكله تمام تمام تمام، بس ربنا مش ما يقبلش بكده. ربنا عايزك تسعي، اسعي اتعبي عشان توصلي للحياة. حبيبتي انت لو تعبتي دلوقتي في الطريق ده كله، تعبي 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 لحد ما توصلي لهنا، كله راحة بقى، كله راحة. ارتاحي بقى طول عمرك، ارتاحي بقى خلاص. مش انت تعبتي، ربنا هيجازيكي ان انت ترتاحي بقى طول عمرك خلاص. القطر تبع الناس اللي عايزة تنجح، القطر ده ماشي ما بياخدش معاه الا الناس بشروط معينة، الناس اللي قررت ان هي خلاص انا هبدأ ومن دلوقتي حالا هبدأ. اركبي معايا في القطر، انا قبلك، تعالي اركبي معايا. لما تقولي لي هأجل مش هأجل، القطر يطير على طول. تأجلي ايه؟ تأجلي ايه؟ تسويف والكسل هيدمروا حياتك، هيدمروا مستقبلك. بلاش تقعدي تتفرجي على تيك توك، بلاش تقعدي تتفرجي على انستجرام، حاجات ملهاش اي 30 لازمة في حياتك وبتضيع وقتك على الفاضي. بتضيع وقتك والله يا حبيبة قلبي. انت دلوقتي عندك موهبة، اوف، انت في ايدك كنز، في ايدك ثروة. ان انت يكون عندك موهبة، انت في ايدك ثروة تطوريها وتعملي بقى ثروتك بايدك بموهبتك. ان شاء الله هعمل فيديو تاني لموضوع الموهبة ده. انت عايزة تشتغلي في شركة، ابدأي يلا. شوفي الشركة دي محتاجة في السي في ايه، شوفي الشركة دي محتاجة شهادات ايه، ابدأي. متقوليش هستنى بكرة، لو استنيتي بكرة في حد غيرك هيروح يقدم في الشركة دي ويتقبل. متستنيش لبكرة، حالا. عايزة تتعلمي لغة، تعلميها حالا. لو هتتعلمي 5 كلمات في اليوم، 5 كلمات في اليوم هتقربك لحلم ان انت تتعلمي لغة كاملة. كل ما تتقدمي خطوة قد كده بتقربك لحلمك وبتقربك للحياة اللي انت عايزاها. الخطوة اللي قد كده بتفرق، والله الخطوة اللي قد كده بتفرق في حياتك جدا. فانت اسعي للخطوة دي يا حبيبة قلبي، اسعي للخطوة اللي شفتي الخطوة اللي قد كده اسعي لها. ابدأي، ابدأي خلاص. بقولك ابدأي بأقل حاجة، انا مش بقولك ابدأي بقى روحي هاتي 50,000 جنيه عشان تبدأي مشروع، روحي هاتي مش عارفة ايه، تعلمي نص اللغة في يوم. مش الكلام ده، مفيش الكلام ده، مفيش حد بادئ كبير. كل الناس اللي نجحت بدأت صغيرة ومن تحت الصفر حرفيا، من تحت الصفر. اسمعي مني، اسمعي مني هتكسبي. بلاش تأجيل وتسويف، ابدأي من دلوقتي، من دلوقتي حالا. خلاص خدتي الخطوة، خلاص يلا ها ابدأي. فكرتي في الفكرة، يلا ها ابدأي. فكرتي في المشروع اللي انت هتعمليه، يلا ها ابدأي. اعملي دراسة جدوى. انت مش بإيدك تعملي حاجة، اعملي اللي بإيدك. هاتي كورسات من على اليوتيوب مجاني، اعملي المشروع بتاعك دراسة جدوى. الموهبة بتاعتك طوريها من البيت، مفيش اي مشكلة. يا رب تكوني فهماني، لان دي اول خطوة لنجاحك، ان انتي تسيبي الكسل نهائي، ان انتي تسيبي حياة الكسالى. يا جماعة حبيبة قلبي انا عايزة مصلحتك، سيبي الحياة دي نهائي. ركزي في حياتك الجديدة، ركزي في مستقبلك، ركزي في الحياة اللي انتي عايزة توصلي لها، الهدف الاعلى والاسمى اللي انتي عايزة توصلي له. بصي يا قلبي، انا ما طلبتش منك ان انتي تكوني مثالية، بس اسعي ليها. انتي عارفة لو سعيتي ليها هي هتجيلك، مش انتي اللي هتروحي لها، هي هتجيلك. اتعبي،
اتعبي عشانها، اتعبي عشان الحاجة دي هتجيلك على طول. متفضليش قاعدة في البيت وتقولي هتيجي. ايه اللي هتيجي؟ ازاي؟ هتيجي ازاي؟ مفيش حاجة هتيجي، مفيش حاجة هتيجي طول ما انتي قاعدة، مفيش حاجة هتيجي طول ما انتي مش بتجهزي لها، مفيش حاجة هتيجي طول ما انتي مش عاملة لها خطة ومرتبة لها. موضوع المثالية 100%، مفيش حد مثالي 100%، مفيش حد مثالي 100%، الا طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا اكيد، فلازم نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، اول ما الرسالة جت للرسول ما استناش لبكرة، طب بعده، طب ايه، على طول اتقدم، على طول اتقدم ان هو يوصل الرسالة لينا. وهو طبعا نجح، طبعا نجح، تعب وربنا وفقه وربنا كان معاه. ربنا ما بيضيعش تعب حد، ربنا ما بيضيعش تعب حد، حتى لو كانت الخطوة قد كده، حتى لو كانت بدايتك قد كده، هتنجحي، والله هتنجحي لو قررتي ان انت تبدأي. ابدأي انت قاعدة بتسوفي وبتأجلي، في غيرك خلاص بدأ، في غيرك بدأ وقرر ان هو يغير حياته وهيوصل قبلك، انتوا الاتنين في نفس المستوى، بس هو قرر يبدأ، قرر يتخطى ويتحمل المسؤولية لوحده، قرر يبدأ يغير حياته، وانتي عمالة تقولي هأجل هتأجلي لحد امتى؟ بلاش تأجيل، بلاش تأجيلي حبيبة قلبي، اسمعي من اختك، انا بحبك وعايزالك مصلحتك، وكمان بحكيلك اللي حصل معايا، بحكيهولك. المستقبل مش هيجي لوحده، انتي اللي بتعمليه المستقبل، انتي بتعملي مستقبلك بايدك، خلاص. سواء قررتي ان انت تتعبي عليه هتشوفي جزاتك فيه، سواء انت قررتي تقعدي وتكسلي وما تبدأيش هتشوفي برضو جزاتك فيه. بصي، كل حاجة ربنا بيعوضنا فيها، كل حاجة ليها مقابل حقيقي. المستقبل الباهر للناس اللي قررت تبدأ، للناس اللي قررت تتخلى عن الكسل والتسويف، حرفيا الناس اللي قررت ان هي تتعب عشان تعمل مستقبل باهر لنفسها. انت بإيدك تعملي مستقبلك، انت بإيدك تعملي مستقبلك اللي نفسك توصلي له واللي نفسك تعمليه، هتوصلي لو قررتي ان انت خلاص كفاية انا عايشة فين وعايزة ابقى فين، انا عايشة فين وفي ايه وعايزة اوصل لحياة ايه، فلازم ابدأ، انا لازم ابدأ، تمام، لازم تبدأي. عشان ننهي الفيديو، انا فرحانة جدا ان انا اصلا ابتديت القناة بالموضوع ده، لان هو ده اصلا بداية النجاح ان انت تتخلي عن الكسل وتتخلي عن التسويف نهائي. وخلاص، انت قرري بنفسك حبيبتي، وعايزة تبدأي في حاجة ابدأي فيها دلوقتي حالا. عايزاكي بعد ما تخلصي الفيديو تنهي الفيديو خالص، اقفلي كل حاجة وفكري مع نفسك، اقعدي 5 دقايق كده مع نفسك وفكري انت عايزة تعملي ايه، فكري لو عندك موهبة تعمليها ازاي، او تطوريها ازاي، تطوري الموهبة دي ازاي. لو عندك هدف ان انت تفتحي مشروع، فكري في المشروع، اعملوا دراسة جدوى، فكري دلوقتي اقعدي مع نفسك وفكري انت عايزة ايه، عايزة تجيبي امتياز، عايزة تجيبي دكتوراه، عايزة تعملي، فكري دلوقتي اللي انت عايزة تعمليه. وبعد ما تفكري وتلاقي خلصت، ابدأي حالا، ما تستنيش لبكرة ولا بالليل ولا تستني الكذا ولا تستني الكذا. لو عايزة تبدأي الصلاة ابدأي بالصلاة اللي دلوقتي، لو المغرب صلي المغرب وصلي العشاء، متبدأيش لتاني يوم عشان تبدأي من اول الظهر والكلام ده كله. حالا، ابدأي حالا، اقعدي فكري فيها وابدأي. انا فرحانة جدا ان انا عملت الفيديو ده بجد، واتمنى ان الفيديو يعجبكم، فما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله الفيديوهات الجاية هتكون اقوى واحسن من كده بكتير، فاستنوني ان شاء الله. باي.